رجل على 7 سنين جنب شفتها. كارل دانسر، الرجل اللي خلط الحب بالجريمة والموت بالوهم. في الثلاثينيات القرن الماضي بأمريكا وبالتحديد في ولاية فلوريدا كان في رجل ألماني مهاجر اسمه كارل دانسر يشتغل فني أشعة في مستشفى، ومعروف بين الناس إنه غريب شوي. دايم يتكلم عن رؤية جي عن امرأة شافها في المنام ويقول إنها حب حياته يلي ما قبلها للحين. وبيوم من الأيام دخلت عليه مريضة شابة عمرها 22 اسمها ماريا ميلر. أول ما شافها توقف الزمن عنده، قال بصوت منخفض: هي هذه المرأة اللي شفتها في أحلامي. ماريا كانت مصابة بالسل، وضعها الصحي سيء، بس كارل قرر إنه بيكون طبيبها مخلصها. من اللحظة بدأ كارل يتعلق فيها تعلق غريب، يجيب لها ورود، هدايا، كتب، وحتى الآلات الغريبة صنعها بنفسه عشان يعالجها من المرض. لكن للأسف ماريا حالتها ساءت، وبعد كم شهر توفت. المفروض إنه القصة تنتهي هنا، بس اللي صار كان بداية جنون ما أحد يتوقعه. كارل من شدة حبه طلب من أهلها إنه يتكفل بدفنها، وسوى لها قبر خاص، بل دفنها في تابوت فخم داخل ضريح صممه بنفسه، وكان يزورها كل يوم. بس بعد 2 قرر كارل إنه ما يقدر يعيش بدونها، وفي ليلة مظلمة دخل الضريح وكسر التابوت وخذ جثتها لبيته. كارل خبى الجثة في بيته وبدأ يعيد بنائها، جهز لها فستان أبيض وعيون زجاج، جلد صناعي بدل جلد متحلل، وأسلاك حديدية داخل جسمها عشان تبقى ثابتة. وكان يحط لها عطر ويكلمها وينام جنبها ويحط موسيقى رومانسية كأنه بعشا غرامي. الناس كانوا يلاحظون ريحة غريبة من بيته وصوته وهو يكلم نفسه، بس ما حد كان يتخيل وش فيه داخله. جلس على هالحال 7 سنين وكأنه ماريا ما ماتت، لين في يوم جت أخت ماريا تزوره وشافت شيء ما تقدر تنساه طول عمرها، وعلى طول بلغت الشرطة. ودخلوا بيته ولقوا الجثة ممددة على السرير بكامل زينتها كأنها عروسة نايمة. كارل انسجن فترة بسيطة لأنه الأطباء قالوا إنه مختل عقليا، وانسجن كم سنة وبعدين طلع. والأغرب إنه في ناس تعاطفوا معاه وقالوا إنه عاش قصة حب مأساوية، لكن الواقع هو إنه الحب لما يتعدى حدوده يتحول لهوس وجنون وأحيانا جريمة. هذه كانت قصة كارل دانسر، وانتوا قولوا لي هل قصة حب ولا جريمة؟ قولوا لي كمان لو كنت مكانه وش بتسوي؟ وإذا عجبتك القصة لا تنسى تشترك لأن الجاي أغرب وأخطر.